انتشرت على السوشيال ميديا صور لتاكس مرسيدس. ايوه زي ما بقول لك كده، تاكسي مرسيدس، تاكسي ومرسيدس فين؟ في اسكندرية، وسعره بيتراوح بين ال5 مليون او ال6 مليون جنيه. تعال معايا اعرفك ايه هي ملخص حدوتة التاكسي ده. عربية مرسيدس موديل 560، اخر موديل تاكسي يا بيه في اسكندرية. في ناس هتفتكرني بهبت، لا يا حبيبي، ده كلام بجد وجد الجد كمان. وفي ناس هتفتكرها فوتوشوب او صور متركبة، لكن الموضوع ده بجد، ايوه والله بجد. الحكاية هي عبارة عن عقاب لتوكيل صاحب العربية بعد ما حصل مشكلة والعربية في الضمان، والتوكيل رفض يصلحها لصاحبها. صاحبها بقى ايه؟ خد الموضوع على كرامته واتحمق واقسم وحلف يمين طلاق. ايوه حلف بالطلاق يا بيه، حلف بالطلاق. ايوه زي ما بقول لك كده، حلف بالطلاق عليهم وعلى التوكيل كله، انه ما هيركب العربية دي تاني، وهيخليها ترند الترندات وفضحتها بجلاجل على جميع المنصات الإلكترونية، وإن العربية ما تستحقش غير تكون تاكس. والعقاب للتوكيل وللشركة كلها. وعلى طول الكل ما صدق وانتشرت الصور لأول تاكس مرسيدس موديل 560 في مصر. والكل مش مصدق، بقى في حد ممكن يرمي 5 مليون جنيه على الأرض؟ 5 مليون جنيه على الأرض، كل ده عشان صاحب التاكس حلفانه ما يقعش ويطلق. يوعدنا يا رب بفردة واحدة، فردة كاوتش واحدة من العربية، وأنا مش متجوز ومش هحلف. التاكسي بقى ترند، افرح يا مرسيدس. التاكسي بقى ترند، افرح يا مرسيدس. وصاحب التاكس هيخلي فضيحتكم بجلاجل. تاكسي مرسيدس موديل 560 في اسكندرية.